مع فقرة فنية جميلة بنستمع فيها لمجموعة من القصائد الشعرية، بنسمع كمان مجموعة من الأغاني الوطنية والأغاني الدينية، ودايما بنقول الفن عبارة عن رسالة بيقدمها الفنان لكل محبيه ومستمعيه. في هذا اللقاء بيسعدنا بيكون معانا دكتور محمد صبحي وهو من محافظة البحيرة. دكتور محمد أهلا بحضرتك معانا. يعني دكتور وشاعر في نفس الوقت. ده حقيقة. أهلا بيك يا أهلا بحضرتك. معانا كمان الفنانة المطربة موجة. أهلا بيك يا موجة معانا كمان الموسيقار أحمد شحاتة. أهلا بحضرتك معانا. بنبدأ لقائنا مع دكتور محمد صبحي ومن محافظة البحيرة، وبنرحب بكل أهالي محافظة البحيرة. أهلا بيك. وحضرتك دكتور صيدلي الحقيقة وشاعر. كلمنا كده عن بدايتك مع كتابة الشعر، كانت ازاي؟ أبدا البداية الطبيعية اللي هي من خلال المدرسة في المراحل العمرية المتقدمة، وبعد كده بدأت أكتب في الجامعة. كنت رئيس قسم الشعر في مجلة الجامعة طول سنوات الجامعة، وبعد كده 12 ليا قصائد كتيرة في المجلات وفي النت والمواقع الاجتماعية يعني. ومن هذا المنطلق بدأت يعني أكتب الشعر بتاعي، وكنت بجهز الفترة اللي فاتت لديوان. طيب كتبت ديوان؟ كان في إصدار الديوان؟ لا هو لسه هينزل الحقيقة إن شاء الله. طيب كويس، نسمع كده قصيدة وبعدين نكمل كلامنا. ماشي، نبدأ بحاجة عاطفية بقى زي ما تعودنا، لأن كنا هنا من سنة كده وبرضه بدأنا بحاجة عاطفية. نقول حاجة اسمها فرش وغطا. فرش وغطا. أنا وأنت إيه؟ أنا وأنت حاجة ملخبطة، حبة سطور على شخبطة، فرش وغطا فاصل ما بين كل الخطاوي المحبطة. أنا وأنت مركب عشق ماشية مغوطة من غير ما نسأل نفسنا إزاي وليه. أنا وأنت إيه؟ أنا وأنت حاجة ما تتحكيش ولا تتوصف، يا أحلى ضحكة بنت لما بتتكسف، يا أحلى خلق الله وقمة روعته. كل اللي راح لك ماشي أدمن سكته، كل اللي حاول يكرهك بتزيد عينيك محبته. أنا وأنت حاجة مركبة، أنا وأنت حاجة مركبة، كل الهدوء والكركبة، صوت الموسيقى في الودان، طعم الخشوع ساعة الأذان، العقل جدا والجنان، الرقة ويا الشدة ويا الطبطبة. يا مؤمنة بإيماني بيكي ومعجبة، يا سبق كل الناس في 100 مليون سبق، ساعة حضورك أعلنت كل المشاعر فرحة بظهور النبأ. يا أحلى من ملكة سبق، يا معجزة عجز الكلام عن وصفها، كل الطرق من خطوتك ازداد جمالها ورصفها، كل الطرق من خطوتك ازداد جمالها ورصفها، يا وردة بل ريقي لما قطفتها. أنا وانت حاجة معقدة، إحساسنا أبعد من اللي أبعد من المدى، أنا وانت صوت واحد وله مليون صدى. أنا وانت جنة وخلدها، إحنا اللي نقدر بس ندخل عندها ونخشها، إحنا اللي جددنا الزمن وأخدنا منه الحب ما دفعناش ثمن، وأخدنا منه الامتداد، وأخدنا فرحة قريبة من فرحة الأولاد. مليون معاد ومعاد دايما بنجري عليه، أنا وانت حب ما يتوصفش بكلمة قد إيه. مشهد لأحمد زكي بان روعته في عينيه، راح الزمان وما جاش وأنا وانت ما عرفناش اسم اللي بينا ده إيه. ما شاء الله، جميل يا دكتور. يعني كلمات رومانسية فيها رقي وفيها بساطة في نفس الوقت. دايما بتكتب حضرتك باللغة العامية؟ شعري كله باللغة العامية. كنت في بداية حياتي بدأت بالفصحى، لكن توجهت للشعر العامية من أيام الجامعة. يبقى أقرب شوية للمستمع يمكن ولا؟ هو فكرة العامية لأنها أقرب لكل طبقات المجتمع. وطبعا الفصحى، لكن احنا يعني العامية بتوصل للناس بسرعة. صحيح. طيب الفنانة موجة، أهلا بيك يا موجة معانا. كلميني برضو كده سريعا عن بدايتك مع الغناء. بدأتي وانتي عندك كام سنة واتدربتي ايه؟ يعني سريعا علشان نسمع بقى صوتك الجميل. أنا اسمي موجة مادة التربية الصحية سنة ثانية. بغني من زمان جدا، من أول ما بدأت أتعلم الكلام تقريبا، بس والحمد لله بعد التعلم الحمد لله. بتتدربي على الغناء فين يا موجة؟ هل في مركز معين ولا في الكلية؟ امسكي المايك يا موجة بعد اذنك. في الكلية؟ ايوه. طيب جميل. نسمع بقى جزء يا موجة. هتقدمي لنا ايه النهارده؟ اتفضلي.
جميلة يا موجة، عليه أفضل الصلاة والسلام. كلمات جميلة. مين اللي كاتب لك الكلمات دي يا موجة؟ مش بتاعتي، دي بتاعت أستاذ محمد الحلو. دي أغنية قديمة وقوية جدا. مش مشهورة قوي، حبيت أغنيها. لا كلماتها جميلة جدا. قولي لي بقى، يعني هل انت بتختاري اغاني معينة، كلمات معينة بتعجبك بتشعري بيها فبتقدميها بتغنيها ولا ايه؟ طبعا بحاول اختار الذوق الراقي اللي ممكن يناسب ناس كتيرة، يعني مش هختار ذوق معين علشان مش هكون مع فئة معينة، يعني الحاجة اللي تعجب عدد اكبر من الناس بحاول اغني واللي اكون مقتنعة بيها طبعا. جميل قوي، جميل. طيب دكتور محمد، هل ممكن يكون في تعاون مثلا بين حضرتك وبين موجة؟ طبعا. حضرتك تكتب قصائد شعرية وهي تغنيها؟ طبعا اغاني بقى ليها. اغاني. هل جربت حاجة زي كده؟ هل جربت تكتب قصائد شعرية وحد غناها ولا؟ والله انا كنت مهتم الفترة اللي فاتت بتجهيز ديواني، لكن طبعا دي في خطتي، ما فيش مانع ان احنا كشباب نتعاون مع بعض ونعمل جيل جديد ونكتب لبعض ونغني لبعض. القصيدة اللي تبقى حضرتك عارف او ناوي ان هي دي هتتغنى ليها طريقة بتختلف في طريقة الكتابة بقى، يعني القصيدة العامية غير الأغنية، بتختلف في طريقة المذهب والكوبليه وكده، ليها طريقة تانية. صحيح. لكن احنا بنكتب ده، لكن لسه يعني ما جهزناش حاجات للغنى، لكن ان شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى في حاجات بإذن الله مع ناس من الشباب كويسة بإذن الله. كويس ان شاء الله. طيب دكتور محمد، دايما بيقال ان الفن مرآة للمجتمع. صحيح. والفن رسالة، يعني كل فنان دايما بيتأثر بمجتمعه بما يحيط بمجتمعه من أحداث. طبيعي. هل من خلال قصائد حضرتك تقدر توجه رسائل معينة؟ مثلا يعني احنا نقول دلوقتي احنا بنتكلم مثلا عن تنمية، عايزين عمل، عايزين انتاج، عايزين تقدم في الفترة القادمة، عايزين ننهض ببلدنا. أيوه. هل في قصائد ممكن؟ طبعا في، يعني انا يعني عندي مثلا قصيدة ممكن اقولها لحضرتك دلوقتي اسمها جواك اسرار. هي بتتكلم في عملية الصراع الداخلي للانسان اللي هو المحبط، اللي مشغول بمشاكل كتير، لكنه المفترض ان هو يبص لقدام، وان ربنا هو اللي ميسر الامور. لازم يعني ما يكونش اسير لاسراره او مشاكله. طيب نسمعها بسرعة مع حضرتك علشان وقتنا. طيب بتقول جواك اسرار ودماغك بحر بيبلع من على الشط البوح،
جواك مشوار وملامح طفل في بطن الأم بينزل من غير روح. جواك أحزان وخيال إنسان وتعب مليان أوهام وجروح وشوية أفكار متتابعة، والضحكة اللي تهون حبة سايباك ومسافرة لسما 7. وانت على الأرض ولأن وجودك فسرته بتفسير الفرد، مرتحتش ولا يوم في الدنيا بالطول والعرض. آدم ما أمنش بشيء ثابت فاستاهل من الجنة الطرد. جواك أسرار وعشان أدمنت تعيش محتار، ما قدرتش تبني في لحظة هدم النفس قرار، وبقيت تايه بين أيوة ولا. مقياس العيشة البني آدم القلب بتاعه ما يسكتش ويواصل دق، لساك عاجز محتاج تتزق. جواك حيرة مرسومة على جبين أيامك 100 تكشيرة، مع إن بإيدك مساحة وبإيدك تمسك تباشيرة وبإيدك ترسم خط السير. على قد ما فينا نقط سودا على قد ما فينا سماحة وخير. فلسفتك هي سبب تعبك، في إجابك تايه وفي سلبك. اليوم احترت في شيء مجهول، استفت النور اللي في قلبك. ربنا عرفوه بالعقل صحيح، لكن تفكيرنا بيستنزف إحساسنا بفطرة الاستكشاف. تفكيرنا الزايد عن حده ممكن يقلب لحاجات ضده، ونتيجته الحتمية ان احنا من كل الاشياء هنخاف. حكمة ربنا كانت انه منع اللي في علم الغيب يتشاف. ما شاء الله ما شاء الله، كلمات جميلة قوي دكتور محمد، فعلا بتدي رسالة شوية بالعمل ونحاول ان احنا نتغلب على الاحباط وعلى اليأس. ان كل انسان، يعني انت حضرتك بتقول في ايدك تباشيرة وترسم خط سيرك، كل انسان جواه يقدر ان هو يطور نفسه ويحقق ذاته. ده حقيقي. طيب نسمع بقى مع موجة اغنية سريعة نختم بيها بقى لقائنا النهاردة. وبشكر كل الساده المشاهدين وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه. ان شاء الله بكره لقاء جديد واسره جديده وبنصبح عليك، ونختم لقائنا مع صوت الفنانه موجة الصوت الجميل. اتفضلي يا موجة.